أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أقول وبالله التوفيق، وصلى الله عز وجل الإخلاص في القول وفي العمل. عدنا والعود أحمد كما يقال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله أن يجعل هذه الكلمات في سجل حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قيل لأعرابي في مسجد البصرة: هل تحدث نفسك بدخول الجنة؟ فقال هذا الأعرابي: والله ما شككت في الأمر قط، وإني سوف أخطو في رياضها، وآكل من ثمارها، وأشرب من أنهارها، وأستظل تحت أشجارها، وتفيأ في ظلالها، وسوف أسكن في غرفها وقصورها. فقيل له: أفبحسنة قدمتها أم بصالحة أسلفتها؟ قال: وما أشرف وما أعظم من إيماني بالله الواحد الأحد، وجحودي بغيره مما يعبد الناس. قيل له: أفلا تخشى الذنوب؟ قال: خلق الله المغفرة للذنوب، وخلق الرحمة للخطأ، وخلق العفو للجرم، وإنه سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب محبيه في نار جهنم. فأصبح الناس يحدث بعضهم البعض في مسجد البصرة ويقول: أحسن الأعرابي ظنه بالله عز وجل. وكانوا كلما تحدثوا بهذا الحديث إلا انقشعت عليهم غمامة اليأس، وغشيهم الرجاء في الله عز وجل. يقول الله عز وجل: فما ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ يقول ابن مسعود: قسما ما ظن عبدا بالله ظنا إلا أعطاه ظنه، لأن الفضل كله بيد الله عز وجل. وإننا نظن بالله عز وجل مغفرة، ونظن بالله عز وجل عفوا وسعادة ورزقا طيبا وثباتا ونصرا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وتوبة نصوحة نظن بالله عز وجل، ومغفرة من عنده، ودخول فردوسه الأعلى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.